يا أولاد، تعرفوا في حكاية حصلت من آلاف السنين، تحسوا إنها قصة في مسلسل. اسمعوا كده وركزوا، عشان اللي هحكيه النهاردة حصل بجد. وتعرفوا كمان حصل فين؟ في قصر الفرعون نفسه. حكاية خيانة وسحر وموت ودم على العرش. كان في ملك عظيم اسمه رمسيس الثالث، من أعظم ملوك مصر. الناس بتحبه والجيش بيهابه والمعابد مليانة خيرات. ولكن جوه القصر ورا الجدران كانت في ست اسمها تي، مراته، ولكن مش الملكة الرئيسية. تي كانت شايفة إن ابنها بنتاور أحق بالعرش من ابن الملكة التانية، فبدأ الطمع يتملك من قلبها، وشها بيضحك ولكن جواها نار. قالت تي: لو مش هيدي العرش لابني احنا هناخده. جمعت ناس من جوه القصر، حراس مرتشين، خدم بيسمعوا من غير ما يعترضوا، وسحرة بيكتبوا تعاويذ قاتلة. وكانت الخطة نقتل الملك يوم الاحتفال بعيد الوادي، والناس كلها مشغولة بسم ولا سكينة أو تعويذة سحر. المهم يموت ويقعد ابني مكانه. بس الدنيا ما بتخلص من الخير. خادم صغير في القصر سمع كلام غريب بالليل، وجري على طول يبلغ كبير كهنة أمون، راجل حكيم اسمه بارع. الكاهن قام فورا وراح لقائد الحرس المخلص منتحتب، قال له إن حياة الملك في خطر. القائد بدل الحراسة وغير خطة الاحتفال، وبكده تكون فشلت المؤامرة. الليلة عدت والملك نجي من الموت، ولكن بعديها بكام يوم لقوا الملك ميت في قصره، واتقال إنه مات طبيعي. وبعد موت الملك المؤامرة اتكشفت، والبلد اتقلبت تمسك المتآمرين واحد واحد: تي، بنتاور، الحراس، السحرة، الجواري. وحصلت أول محاكمة سياسية في التاريخ المصري الفرعوني، اللي اتعدم واللي انتحر واللي اتشال من منصبه. وكل ده مكتوب في بردية مشهورة جدا اسمها بردية المؤامرة. صح نسيت؟ وتعرفوا ان بعد آلاف السنين العلماء عملوا أشعة على المومياء واكتشفوا ان في قطع في رقبته، يعني فعلا الفرعون مات مقتول. قولولي بقى، التاريخ دايما بنسمعه كأنه جداول وتواريخ، صح؟ بس الحقيقة إن ورا كل ملك فيه أسرار وحكايات وخيانة وأبطال. والسؤال اللي لسه من آلاف السنين محدش عرف جوابه: تفتكروا دي كانت خاينة ولا أم بتحمي حق ابنها؟ مين فيهم البريء ومين اللي ضحى بمصر عشان الطمع؟ فكروا، وأحب أسمع إجاباتكم حصتنا الجاية. وإنتم كمان أصدقاء مبادرتنا، نحب نسمع آرائكم في الكومنتس. حكايتنا خلصت، ولكن استنونا في حكايات وأسرار مختلفة عن تاريخنا الفرعوني. دمتم في رعاية الله وحفظه.